في لحظة واحدة كل اللي بناه وقع، كل اللي خطط له راح. بس اللي حصل بعد كده كان أعظم من أي حاجة كان بيحلم بيها. أهلا بيك في قناة القصص والروايات. هنا بنحكي حكايات واقعية مؤثرة ومليانة دروس للحياة. لو بتحب القصص اللي بتلمس القلب والعقل يبقى أنت في المكان الصح. كان فاكر إن الغلطة دي هتنهيله كل حاجة، وفعلا ضيعت عليه شغل محترم، مكانة وراحة نفسية كان بيحافظ عليها لسنين. أحمد شاب في آخر العشرينات، من الناس اللي بتحب شغلها وتتعب عليه. في يوم وهو بيخلص تقرير مهم ساب رقم غلط في جدول، رقم بسيط بس نتيجته كان الكبيرة. مديره شاف الغلطة وبدون نقاش قرر يطرده. ببساطة، انت مش قد المسؤولية؟ شكرا ليك. الدنيا وقعت فوق دماغه. اتقفل الباب اللي كان معتمد عليه وكل الأبواب التانية كانت مسدودة. قعد شهور تايه بيقدم في أماكن مفيش رد، بيصحى الصبح يسأل نفسه أنا بقيت إيه؟ وفي عز الإحباط افتكر حاجة كان بيحبها من زمان: التصوير. جاب الكاميرا القديمة اللي كانت مرمية ونزل الشارع يصور أي حاجة تلمس عينه. صور ناس بسيطة، لحظات إنسانية، أماكن ليها طابع خاص، ونزل الصور دي على السوشيال ميديا. في الأول مفيش تفاعل، بس واحدة واحدة الناس بدأت تتكلم. الصور دي فيها روح، انت بتوصل إحساس مش مجرد صورة. بدأت تجيله عروض تصوير، شركات، أشخاص، مناسبات. وبقى عنده مشروعه، وبقى مطلوب أكتر من أيام الشغل اللي اتطرد منه. المضحك في القصة، لو ما كانش اتفصل ما كانش اكتشف نفسه، ولو الغلطة ما حصلتش كان هيفضل حابس موهبته. العبرة، مش كل غلطة نهاية، في غلطات بتفكرك انت مين وبتوصلك للمكان اللي المفروض تكون فيه. لو القصة دي لمستك أو خلتك تبص لحياتك بشكل مختلف، ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك باقي القصص اللي بننزلها كل أسبوع. كل قصة وراها معنى، وكل معنى ممكن يغير لك حاجة جواك.